مرحبا. كل واحد من عندنا يوقع بالغلط بغض النظر عن هذا الغلط، إذا كان كبير أو صغير. المهم أنت وقعت في خطأ معين، وهذا الشي مو عيب لأن إحنا ناس عاديين، لا بالمعصومين ولا بالملائكة. بس وين العيب؟ العيب لما أنت تكرر وقوعك في نفس الغلط مرتين وثلاثة وأربعة بدون أن تستفاد من التجربة اللي مريت بيها من هذا الغلط. طيب أنا وقعت في خطأ معين، شلون أقدر أتجاوز أو أقدر أستفاد من هذا الغلط؟ أول نقطة وهي الأهم، لازم تعترف بينك وبين الله أن الشيء اللي سويته غلط وتشعر بالذنب تجاهه. مثلا شخص سوى غلط معين ويريد من رب العالمين يغفر إليه، وهو ما يعترف بالغلط اللي سواه ويكابر، تتوقع أن رب العالمين راح يغفر إليك؟ هذا الشيء غلط. لازم تعترف بالغلط اللي سويته وتحس بالذنب. مجرد شعورك بالذنب تجاه الغلط هذا بحد ذاته وصولك إلى الطريق الصحيح. تذكر دائما أن رب العالمين غفور رحيم، يحب عبده أكثر مما تتصور، فلا تيأس من رحمة ربي. تذكر أنت مو ملاك، أنت إنسان تخطئ، تتعلم من الخطأ مالتك. وهذه الحياة عبارة عن سلسلة من التجارب، تجربة ناجحة، تجربة فاشلة. الإنسان الناجح هو اللي يستفاد من التجارب اللي يمر بيها. يا صديقي، أن توقع في خطأ معين هذه مو نهاية الحياة ولا نهاية الدنيا. ما دام اعترفت بالغلط وحسيت بالذنب، طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يغفر إليك، أكيد أن رب العالمين راح يغفر إليك. رحمته أوسع من كل شيء، بس لازم تكون نيتك صادقة وصافية. كان معكم ماهر الماهر.